من منتخب قطر مقارنة بما شاهدنا اليوم محمد؟ احنا كنا شاهدين على هذا الجيل من المنتخب القطري. الولاد النهارده منتخب قطر ما قدمش 10% من المستوى الطبيعي، المستوى المتوقع. فانتم مدلعينهم قوي، وهم كانوا يستحقوا لانه كان بطل. البطل يتحمل قسوه النقد. النهارده هو اقل من الطموح. ما ينفعش بطل يلعب بخوف. معاك 60,000 متفرج وخايف لحد الدقيقه 50. ما فيش ولا هجمه خطيره ولا هجمتين طوال 90 دقيقه. تعرف المباراه البلاي ستيشن يا محمد لما يبقى اللعيب بيبقى قدام لعيب دراع ودراع. النهارده الفارو جوستافو مدرب المنتخب الاكوادوري معاه دراعين. هو على فكره 2-0 مكتفي. الشوط الثاني من سايب الاستحواذ للمنتخب القطري ومكتفي بال هو قرر التراجع طبعا. فانا في قسوه في النقد لازم يبقى موجود، لان الفريق ده المنتخب بقطر زي ما بقول لك ال11 اللي بداوا عنده 962 مباراه دوليه. ما ينفعش يبقى في اخطاء في التمركز، اخطاء من الثلاث مدافعين اللي لعبوا مع بعض 100 مباراه دوليه. الاخطاء الموجوده، المساحات الموجوده وسط الملعب بدون رقابه، ما فيش ضغط، ما فيش شراسه. انا مش مطالب منك ان انت تكسب البطوله، انا مطالب منك ببذل المجهود والروح تبقى كويسه. ما ينفعش تبقى مستسلم. ما ينفعش في 4 بطل اسيا يربع 5 تمريرات على بعض طوال 90 دقيقه. لازم ابقى قاسي معاك لان انا متوقع منك الافضل. الدوله او الرياضه عموما قدمت لك كل حاجه عشان توصل للمباراه الافتتاحيه ما تبقاش بهذا المستوى. انا بحبكم على المستوى الشخصي كلكم، ممكن معظمهم اصحابي، بس لازم احيانا تفوق المجموعه. مش هنقعد ندادي ونطبطب ونقول انت كويس، لا، انت عندك افضل من كده. ايه اللي ما خلاكش تقدم افضل ما عندك؟ اولا خايف. بالمناسبه الخوف يضيع مع اول 7-8 دقائق. بس المناسبة هذه لأي رياضي هي فرصة للاستمتاع وتقديم كل ما لديك. ايوه عليك سلام. الجيل ده محظوظ يا محمد. الجيل اللي موجود في حاليا في الكره القطريه محظوظ. انا دلوقتي لو انا لعيب من منتخب قطر ورجعت بعد المباراه دي واتفرجت عليها تاني اندم اشد الندم. عاوز ارجع للمباراه تاني، المباراه ترجع والعب افضل من كده. انما خوف، تمريرات مقطوعه كتير، مساحات، اخطاء فرديه. الشوط الثاني بس هو اللي ساب لك الاستحواذ منتخب الاكوادور وخلاك نوعا ما تظهر مش بشراسه ولا بخطوره. فلازم دلوقتي ابقى قاسي معاك وناخد معاك لان متوقع منك الافضل. في حاجه تانية مختلفه، ممكن احيانا اللي بيعد البرامج الاعداديه للمنتخبات المباراه الافتتاحيه تديله تاشيرات، مؤشرات. في فرق ما بين المباراه الوديه والمباراه التنافسيه. ما ينفعش تحضر منتخب في مباراه او بطوله تنافسيه بمباراه وديه فقط لا غير. هناك فرق كبير في الريتم ما بين فريق منتخب جاهز وعنده هويه مظبوطه وشكل تكتيكي معين وعنده سرعه وعنده قوه. وده اللي افتقده المنتخب القطري. بيلعب كانه بريتم المباريات الوديه في افتتاح بطوله عالميه هي بطوله كاس العالم، مع الفريق الاخر اللي قدم افضل ما عنده من حيث السرعه، من حيث القوه، من حيث المهاره. عنده لاعبين مميزين، عنده فالنسيا، بتتكلم على استوبينيان، بتتكلم على كايسيدو في وسط الملعب. فالعديد من الامور الجيده والقويه. ما تزعلوش من النقد. البطل يتحمل النقد زي ما دلعك كتير، لازم ينتقدك لما تبقى فيش في مستواك. إذا شاهدنا
السلامه.